حياكم الله مشاهدينا الكرام، ولقاء يتجدد من خلال برنامج رياكشن. هواي من المرات نطلع للأسواق نتسوق نروح أي مكان، مرات ننسى تليفوننا، مرات ننسى محفظتنا، مرات ننسى هواي شغلات ناخذها ويانا، يعني ما يظل فكر، مرات تنسى الأشياء، تلتهي بقضية معينة وتنساها. البعض يمكن إذا نسيت موبايل يخابرك أو تدق على نفس الرقم ويجاوبك يقول لك يابا ترى تليفونك يمي ورجع لك إياه، وهاي قضية أمانة ويرجعها لصاحبها. إذا تطلع المكان، تجربتنا اليوم نخلي أحد الأشخاص توقع محفظته بمكان معين، راح المجتمع يرجع له المحفظة، راح يتعاملون بمبدأ الأمانة والثقة ويقولوا له يابا ترى محفظتك وقعت وفلوسك أو هاي أغراضك تعال خذهن، لو يقرأ عليهن السلام. خلينا نتابع هذا المشهد. أشكرك حبيبي. ممنون ممنون حبيبي. وقع حبيبي. ممنون، تسلم لي. الو لا اشكرك تسلم. تسلم حبيبي، ممنون. تسلم حبيبي، ممنون. موجود بالمول. وين انت؟ وين انت؟ حبيبي تسلم لي حبيبي. اشكرك. حبيبي تسلم لي، ممنون. ممنون، شكرا حبيبي. حبيبي ممنون ممنون. حبيبي تسلم تسلم تسلم. ممنون عمو، ممنون. الو اسكت. الو حبيبي ممنون حبيبي، تسلم. خالد شكرا. حبيبي تسلم صديقي، ممنون. حبيبي تسلم صديقي، ممنون. حبيبي تسلم حبيبي، ممنون. حبيبي
حبيبي تسلم. وين انت وين؟ ها؟ اشكرك عمو حبيبي. حبيبي. تسلم حبيبي منو. تابعنا التجربة الأولى ونجحت بأن أسقط محفظة النقود، والكل تعاون بشكل لافت حقيقة للانتباه ورجعوا له محفظته وفلوسه، وهاي من مبدأ الأمان. إذا كررنا التجربة لكن هالمرة مو شاب، بنخلي بنية شابة وتوقع من عندها فلوسها، راح يرجعوا لها إياه وراح يكون هناك كلام ثاني. خلونا نتابع المشهد. هاي شكرا. شكرا قلبي. إيه حبيبي شكرا. هاي شكرا. هاي شكرا. شكرا. شكرا مالتي. شكرا. تابعنا التجربتين ويا الشاب ويا البنت، نفس التفاعل كان، ورجعوا من مبدأ الأمانة، رجعوا لهم المحفظة. وحقيقة يعني موقف نحسد عليه كمجتمع عراقي. دائما الأمانة موجودة عندنا، وبهاي الهوسة وهم ما يعرفوها لا تتسوق من يم بيتها ويرجعوا لها إياه. هذا مكان عام، وقعت فلوسها والكل حاول يرجع الفلوس للبنية. مشاهدينا، وصلنا إلى ختام حلقتنا اليوم من برنامج رايكشن. نتمنى كل ما قدمناه نال رضاكم. دائما نلتقي وياكم على حب الوطن. إيمان الله.